حاسس ان الحلقه دي هتبقى محرجه قوي. عادي ماشي. هقول ريكاب سريع جدا كده. ساعه لما جيت اتجوز عملت بروبوزل لمراتي، وهو كان فكرته ان هو فيديو عباره عن ان انا برجع للماضي لليوم اللي احنا اتقابلنا فيه وبغير الفيرست امبريشن، لان انا كنت شايف ساعتها ان الفيرست امبريشن ده حاجه بشعه جدا. فروحت المكان اللي انا فعلا كنت اول مره اقابلها فيه في حياتي في 2018، وصورت الفيديو ده هناك، وكنت جايب بنت تعمل دوبلير. المفروض ان انا حطيت لها الخاتم اللي هو البروميس رينج، يعني حطيته في الشنطه بتاعتها وقتها، وبعد كده رحت مطلع الخاتم ده من شنطتها واحنا قاعدين بنتفرج على الفيديو ده يوم البروبوزل. الفيديو ده موجود كده كده على انستجرام للناس اللي عايزه تتفرج عليه، وانا كنت نزلته عشان يعني ما تفتكرش ان انا ممتنع ان انا انزله او حاجه، بس هو كان فيديو معمول ليها وما كنتش قاصد اعمل بيه اي نوش، وما كانش في حد ساعتها عامل بروبوزلز ولا اي حاجه للحاجات دي، فده تنويه بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا كنت بافور يعني. المهم ان ده مش موضوعنا خالص. الريكاب اللي انا عملته ده بس عشان الناس وقتها قالت لي ايه ده انت كرييتيف قوي وازاي الفكره دي جات لك وكده، وانا الحقيقه شايف ان انا زمان كنت كرييتيف اكتر بكتير، وزمان ده اللي هو زمان قوي. فخلونا نبدا القصه المين واقول لكم زمان قوي انا كنت بعمل ايه. في عمر لا يقل عن 7 سنوات ولا يزيد عن 9 حبيت اول بنت في حياتي، وكان وقتها بقى مفيش صحوبيه ونتصاحب والجو ده، هو مجرد ان بنت قلبي دق ناحيتها معايا في الفصل، وكان المفروض ان انا الفت انتباهها باي شكل. وطبعا كنت وقتها لا املك اي شيء ابهر بيه اي كلب وقتها، يعني الناس شافت صورتي وانا صغير على انستجرام كنت شبه السنجاب ولا زلت شبه السنجاب. وزمان كنت هعتبر ازاي، يعني كان المفروض تكون مثلا اجمد واحد في اروش واحد في الفصل، اقوى واحد في الفصل، اي حاجه مش موجوده معدوم كل حاجه، اشطر واحد حمار قاعد في الفصل. فما كانش عندي اي حاجه ان انا ابهر بيها خالص. فقعدت افكر كتير مع نفسي ان انا هعمل ايه، يعني انا عايز ابان بطل قدامها دلوقتي، فهضرب واحد في الفصل هتضرب. يعني كل حاجه كنت بفكر فيها كنت بلاقي ان هي ملهاش حل، لغايه ما جات لي فكره عبقريه، او من وجهة نظري ساعتها يعني. واتمنى ان لا هي ولا اي حد احكي عنه في القصه دي يكون بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي، عشان هقول كلام غريب جدا. المهم هي كانت في فصل وانا كنت في فصل. قررت في يوم عابر جدا لما جرس الفسحه رن ان انا اخرج من الفصل بتاعي واروح الفصل بتاعها وابص على الجدول واشوف عندها حصه ايه بعد البريك. وفي اول مره اعمل الحركه دي كان بعد البريك كان في حصه دين. رحت رايح فاتح الشنطه بتاعتها واخد كتاب الدين ومشيت. البريك خلص، رجعنا الحصه اللي بعدها، ورحت قاعد مستني شويه على اساس ان هي تكون ايه ابتدت تدور على الكتاب، وحسيت ان هي متسوحه والكلام ده، وان في مشكله كبيره مش بعيد تكون متذنبه دلوقتي. ورحت طالب ان انا اروح الحمام، ورحت واخد الكتاب مخبيه تحت التيشيرت، ورحت مخبط على الفصل بتاعها، ورحت داخل قدام كل الفصل وقلت له مستر انا لقيت الكتاب ده ضايع. طبعا مش قادر اقول لكم الفرحه اللي كانت في عينيها عامله ازاي، والاحساس اللي انا كنت حاسس بيه. انا كنت طاير من الفرحه، حاسس باحساس مش عارف اوصفه، لان انا عملت معجزه. البنت شكرتني جدا وبقت علاقتي بيها احسن بكتير. بعد كده سخنت فابتديت اسرق منها حاجات اكتر بكتير ابتديت اسرق منها حاجات اكتر بكتير واخبيها وارجعها لها وهي تتبسط. والموضوع بجد والله ما بحور، الموضوع كان بيجيب، لغايه ما ابتديت قلت طب لا، ما انا لازم اعلى بالليفل، لان انا كده ما بقتش هيرو، لان حاسس الموضوع بقى عادي جدا. كل شويه حاجه تضيع منها وارجعها لها، فالموضوع بقى عادي جدا. لغايه ما قلت لصاحبي، وصاحبي ده انا مش عايز اقول اسمه بس هو لو بيتفرج هيعرف على طول يعني، وقررنا ان احنا نعمل ايه بقى العمليه الاكبر بقى، ان احنا في يوم كان في اوبن داي ماشي. هو كان بيحب صاحبتها برضه ودي حاجه سريعه عايز اقولها كده. انا لو بحب بنت هو لازم يحب صاحبتها، فلو صاحبتها ما حبتوش بقت دي مشكله دلوقتي عندنا مشكله، يعني ايه انا بحبك وصاحبتك ما بتحبش صاحبي، يعني اظبطي يعني. فاحنا كنا لازم نمشي كده، لدرجه ان احنا لما جينا بعد كده في 5 ابتدائي حبيت انا بنت تانية خالص، وهو صاحبتها ما حبتوش، فكان عندنا مشكله بقى بجد، يعني كان عندنا هنا مشكله ان احنا هنكمل السنه ازاي. المهم نرجع تاني، صاحبي ده جينا في الاوبن داي ده وقلت له احنا هنعمل عمليه اكبر بكتير دلوقتي، هنبان ان احنا اسود، احنا هنسرق الشنطه كلها بس هو صاحبي طمع طبعا وعجبته الحركه، فروحنا سارقين الشنطتين يعني سرقنا شنطتها هي وصاحبتها قمة الغباء. انا مش عارف ازاي او هم كانوا عارفين وكانوا بياخدونا على قد عقلنا، مش عارف. المهم ان احنا سارقين الشنطتين طبعا مش هنحطهم جوه التيشيرت، رحنا واخدين الشنطتين وطالعين بيهم مخبينهم في مخزن كراسي في دور كده اصلا ما حدش بيطلعوا، يعني كانوا مخزنين فيه الديسكات والكراسي القديمه. انا فاكر منهم كان في شنطه جينز زرقاء كده انا مش هنساها يعني. المهم خبينا الشنطتين ونزلنا لقينا البنتين متسوحين وبيعيطوا عياطتهم اتسرقت ما هو طبيعي حاجه في قمه القذاره يعني. فقلنا لهم ايه في إيه اللي بيحصل، فقالوا لنا الشنطه اتسرقت. رحنا احنا بصين لهم وفي نفس النفس طب ما تقلقوش احنا نتصرف، ورحنا طالعين نجري. قال يعني الجريه دي بقى ان احنا سوبر هيروز ونروح ننقذ الموضوع، حتى مش اللي هو نلف لفه شويه، لا احنا طلعنا
احنا طلعنا على طول على المخزن بتاع الكراسي ده، قلنا ننزل دلوقتي، اقول له اتقل شويه ومش عارف ايه وبتاع. بعدين رحنا نازلين طالعين بقى نجري جريت اللي هو ايه، احنا جبنا كل واحد ماسك شنطه اللي بيحبها يعني، باين قوي ان احنا اللي واخدينها. ورحنا راجعين بالشنطتين جري، ورحنا داخلين عليهم مسكوا، احنا لقينا الشنط. المهم ان الموضوع ده ما طولش، وانا فاكر ان السنه اللي بعدها اتقفشت من المدرس، بس مش فاكر انهي مدرس. بس انا كنت دخلت في بين البريك على الفصل اللي جنبي، بس كنت بحب بنت تانية بقى وقتها. دخلت على الفصل اللي جنبي ورحت سارق الكتاب بتاع الحصه ورحت داخل بيه. اول ما البريك خلص الحصه بقى بتبدا الجديده دي، فانا حاطط الكتاب عندي في الشنطه، لقيت مدرس بيفتح الباب وبيشاور عليا وبيقول لي تعالى هنا. فقلت له ايه، واخدني بره قال لي انت سرقت ايه من شنطه؟ قلت له ايه انت بتقول ايه؟ سرقت شنطه ايه اللي سرقتها؟ قال لي انت سرقت، انت دخلت انا شفتك وانت بتدخل وبتتسحب، ورحت رايح وفاتح شنطه واخد منها بتاع. قلت يا نهار اسود. قلت بقى انا ايه، هيتعمل لي قضيه وهبقى احداث ومش عارف ايه. صاحبي ده قاعد يقول لي انت هتتاخد في الاحداث وهتبقى مش عارف ايه، وهيكتبوا عنك مانشيت في الجرايد. الموضوع كبر قوي يعني، وانا خفت وحسيت ان انا ساعتها فعلا هبقى مجرم يعني. الموضوع بقى اكبر بكتير من قصه حب، وخفت بقى احب الموضوع اللي هو ابدا اسرق حاجات كتير بقى، مش عارف بعد كده ممكن اسرق مين يعني. المهم ان انا من ساعتها قررت ان انا ما اعملش الموضوع ده تاني. قلت خلاص بقى تولع لو هي مش حاسه بيا خلاص مش مشكله خالص يعني. دي رساله للاطفال اللي بيتفرجوا عليا، لو في اطفال بتتفرج عليا ما تعملش زيي، انا كنت حمار ساعتها، مش عشان تلفت انتباه تعمل حاجه غلط او حرام. فدي العبره من قصه النهارده، من حلقه جديده من حلقه هادف. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.